السلام عليكم. النهارده طبعا هعمل لكم لفه جلاش، بس اقول لكم حكايه الجلاش ايه معايا النهارده. صحابي رنوا عليا وقالوا لي احنا جايين لك النهارده هنقعد معاكي شويه. فضلت محتاسه مش عارفه اعمل ايه، جوزي في الشغل وما عنديش حد يروح يجيب لي حاجه. رحت فتحت تلاجتي، افتكرت ان انا عندي لفه جلاش، فتحت التلاجة وطلعت لفه الجلاش. فكت شويه ورحت زي ما انتم شايفين طلعتها وابتديت اعمل الصنف الحلو اللي انا هعمله معاكم النهارده. طبعا جايين لازم ابهرهم، مش جايين عند اي حد. رحت طبعا جبت لفة الجلاش وفردتها زي ما شايفين، ابتديت اخد طبقتين تلاتة، كل طبقتين ماشي كل 3 طبقات، وبين كل طبقة وطبقة تدهني سمنة. طيب فاكرين يا بنات الفيديو اللي فات لما كنت عاملة البسبوسة على النار ومسوياها؟ قلت لكم هعمل منها صنفين حلو. الصنف البسبوسة السويسرول اللي انا عملتها الفيديو اللي فات، والصنف ده التكملة. شايفين الكمية؟ اللهم بارك. ابهرتهم، عملت لهم الصنفين اللي انتوا شفتوهم معايا في اول الفيديو. طبعا ما غلبتش، لازم كده تبقي ست شاطره وفالحه وتعملي وتبهري كل اصحابك. تجيبي البسبوسه اللي انت مسوياها على النار بسهوله، وحتى السكر بتاعها او السيرم بتاعها، وتلفيها كده زي ما شايفين. عايزه اقولك الطريقه دي سهله وجميله جدا 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 وغير تقليديه، وكمان مش مكلفه كتير. زي كالعاده زي ما عودتكم في فيديوهاتي ان الطريقه ما بتبقاش مكلفه. طبعا عملت الحلو بتاعي واستعديت ان انا اقابل صحابي. عايزه اقول لكم انبسطوا جدا جدا. يلا بقى نكمل الوصفه. بعدين تيجي تلفي كده، تحطي كميه معينه من البسبوسه على حسب الرغبه، وتلفي الرول زي ما انت شايفه. شايفين الجمال؟ في المنطقه دي او في المرحله دي تبداي ان انت تجيبي الرول ده وتبداي ان انت تقطعيه بالسكين. طبعا تقطعيه بالموارب كده زي ما هتشوفوا، او هتقطعيه عادي براحتك. شايفين الجمال؟ ما تقلقوش خالص، البسبوسه ماسكه نفسها ومتحكمه، وانا لفه حلو جدا الجلاش. شايفين الجمال؟ منتهى الجمال. طبعا هحط في الصينيه بتاعتي تكوني دهناها كده شويه زيت او سمنه او اي ماده دهنيه، وتبداي ترصي الجلاش بتاعك. بعد ما بترصيه على طول، لازم الخطوه دي مهمه جدا ان انت تحطي السمنه على الوش. بس كده. هعمل كل الكمية وبعدين هقول لكم انا هعمل ايه كمان. طبعا انتي لازم قبل ما تيجي تعملي الخطوات دي تبقي محضرة السيرم بتاعك. السيرم بتاعنا طبعا لازم يبقى بارد وتقيل، يعني يستحسن ان انتي تبقي عاملاه قبلها بكذا ساعة او حتى قبلها بيوم. يعني بمعنى لو انتي هتعملي كوبايتين من السكر، عليها كوباية وربع من المية. اول ما يغلي تيجي تعصري عليه ليمون، نص ليمونة، وبعدين يغلي غلوتين تطفي عليه يهدى شوية، ترشي عليه فانيليا او تحطي معلقة سمنة في الشربات وتسيبيه كده مع نفسه لحد ما يتقل معاكي. تمام. اهم حاجة الشربات يبقى تقيل وكمان بارد جدا علشان الجلاش يطلع معاكي كده مقرمش وحلو جدا. طبعا الجلاش اللي انا مستخدماه ده جلاش يا بنات نوعه على قده، يعني مش حلو قوي، عشان كده بقى يتقطع معايا كتير. طبعا هغلب لا خالص. طبعا نسيت طبعا قصة صحابي. طبعا صحابي لما جوني قالوا لي انتي عملتي ده ازاي وفي الوقت القياسي ده ازاي؟ قلت لهم انا طبعا مفيش حاجة تغلب عليا، انا عملت لكم احلى حلو. كمان بهرتهم صدقوني اعجبوا جدا جدا بالحلويات دي. قعدنا القعدة بتاعتنا وانبسطنا جدا، وقدمت مع الحلو اللي انا عملته كولا وسحلب بعدين، فكانت قعدة جميلة جدا. ما تغلبيش نفسك وكمان ما تشيليش نفسك فوق طاقتك. روحي دوري في تلاجتك، اكيد احنا كستات مصرية هنعرف نبهر ضيوفنا ونعمل احلى كمان الوصفات من اقل الامكانيات. لفة جلاش تقدري تبدعي فيها، كيس بسبوسة تقدري تبدعي فيه. انا عملت منه صنفين حلو جدا جدا زي اللي انتوا شفتوه معايا في بداية الفيديو كمان في نهاية الفيديو. بس كده هعمل الكمية كلها وهقطعها واحطها في الفرن. اهم حاجة الفرن تبقى معانا سخنة وتبقي مشغلاها من تحت بس، وكمان تس... تحطيه على الشبكة. اهم حاجة التسوية يا بنات، اهم حاجة. ولما تيجي تلفي الجلاش اهم حاجة تتأكدي ان انتي لفة كويس وضغطة على البسبوسة. بس كده زي ما شايفين معايا. ودي كانت الكمية كلها اللي انا عاملاها معاكم اهو. هبدأ اقطع بالسكين. بس كده.
تقطعي الجلاش بمنتهى السهولة. شايفين القطعة كاملة ازاي؟ اهم حاجة زي ما قلتلك بين الطبقة والطبقة تدهني المادة الدهنية بتاعتك وتلفي كويس جدا. شايفين الصباع حلو ازاي وكلهم قد بعض وجمال جدا. عايزه اقولك كمان لما بتبقي مشغله الفرن من تحت بس هتاخد التحميصه الحلوه اللي هي بتبقى من تحت واللون الذهبي من فوق. اهم حاجه النار تبقى متوسطه والفرن تبقى سخنه قبلها، ما تبقاش حاطه الجلاش بارد. وتخلي بالك دايما لان الجلاش بيحمر بسرعه جدا. شايفين دي كانت الكميه كلها ودهنت عليها سمنه من فوق علشان الجلاش ما ينشفش معايا. ودي كانت بعد التسوية. جبت السيرم بتاعي زي ما هتشوفوا تقيل وساقع، كنت لسه مطلعاه من التلاجة. شايفين السيرم حاجة كده تبارك الله. طبعا الجلاشة عندي سخن، هبدأ احط السيرم زي ما شايفين. طيب الناس هنا هتقولي البسبوسة يا شونستا، طبعا انتي حاطه لها سكر. عايزه اقولك التسويه بتاعه البسبوسه انا كنت عامله حسابي جدا ان التحليه تبقى مظبوطه، يعني انا ما حطيتش سكر كتير وكانت التحلية مظبوطة 10/10. ولا كانت مسكرة قوي ولا كانت كمان عدمة خالص، لا كانت كده مظبوطة جدا جدا. طبعا هسيب الجلاش يشرب السيرم حلو جدا وهبدأ بعدين اقدمه معاكم في التقديم. لو انتي وصلتي لهنا يا اصحابي اتمنى ان انتوا تضغطوا اللايك وكمان تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من الناس عشان هكون مبسوطة وعيلتي تكبر بيكوا كمان وكمان. يلا بقى قومي يلا ابسطي نفسك، وكمان لو عندك صحابك اعزميهم على لفة الجلاش اللي انا عملتها دي، صدقيني هتدوقي احلى جلاش. شايفين بوريكوا اهو التحميصة وكمان البسبوسة شربت من السيرم يا جماله، حاجة كده وهم، حاجة كده تبارك الله. كل ما احس ان الشربات كمان شرب هبدأ اضيف كمان شوية من الشربات او السيرم زي ما انتي بتسميه في المنطقة بتاعتك. وبكده اكون شرفت نفسي وجوزي قصاد صحابي. وكمان بيتي دايما لازم اخليه كده عمران بالحلو ودايما مغلبش، ودايما تخلي عندك حاجة كده استبن في التلاجة للوقت الزنقة او وقت الحاجة لما تبقي محتاجاها. شايفين كيس بسبوسة عملت منه لفة جلاش وعملت منه السويسرول الجامد ده اللي انتوا شفتوه معايا. يلا بقى كده يا اصحابي هتوحشوني جدا جدا، استنوني في فيديو جديد مع الف سلامة يا احلى ناس في الدنيا. باي باي، استنوني، باي باي، سلام.